راكي حابة جاتو سهل واقتصادي وبسيط وما يتعبكش، عارفاتك تعبانة، عارفاتك خدامة، عارفاتك ما تقدريش تخدمي، عارفاتك فنيانة أرواحي الهون يا واحد الفنيانة. نوريك جاتو سهل ماهل وبنت وبنة وبلا طابع ونوعدك انك راح تخدميه، لانه ابسط من هذا الجاتو ما كانش. وانتي يعني في وقفة راح تخدميه، ليه راح تخدميه؟ فما عندكش حجة انك ما تخدميهش اصلا. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا راح نقول لكم بلي انه قبل درت لكم 3 فيديوهات على الصابلي، يعني الشرح مفصل، خاصة الصابلي او الفيديو الاول كنت اتكلم على جميع تفاصيل الصابلي، يعني باش ما يتشقق لكش، باش يحافظ على الشكل تاعو، طريقة الطهي تاعو. يعني كنت تكلمت على الصابلي، شوفوا انا راح نولي ملكة الصابلي لاني تكلمت على جميع تفاصيل الصابلي. روحوا ادخلوا للقناة وروحوا شوفوا الفيديو تاع الصابلي، تكلمت عليه يعني بجميع تفاصيل الصابلي، ما تزيدوش تشوفوا فيديو واحد اخر من الاخر. روحوا وصفتنا تاع نهار اليوم بلا ما نطول عليكم، وروحي لهون نشوفوا مع بعضنا واش درت. عندي هذه العلبة راها توزن 250، راح ندير او راح نقسمها على 4. قلت لكم راح ندير لكم 10 حبات برك، 10 حبات راني نزلت مع وصفات تاع 10 حبات. المهم يا البنات راح ندير 10 حبات بالتمام والكمال. شوفوا قلت لكم العلبة قسمتها على 4 كما راكم تشوفوا، وديت واحد من الأربعة أو وديت واحد من الأربعة، ايه مش قاطعة. المهم البنات كما راكم تشوفوا لازم الزبدة تاعكم ما تكون لا باردة لا سخونة، يعني تعود متوسطة حتى رانا في الجو معناتها شوية بارد. خرجي الزبدة تاعك قبل كي تعودي راح تخدمي. المهم البنات كما راكم تشوفوا درت السكر الناعم، درت مقرف ممسوحة ودرت لبن. هنا للأمانة راها الزبدة تاعي أو المارغرين تاعي راها شوية باردة، فحاولت اني نذوبها بيدي برك كما راكم تشوفوا. تعبك شوية نوعا ما، راها باردة تعبت وانا ندوب فيها بيدي. المهم عندنا الحبة تاع البيض، انا هنا مش حنديرها كامل، راح ندير نصف الحبة تاع البيض، نصف. إذا كنتي حابة مقادير أكثر من ذلك ديري 125 غرام زبدة، يعني نصف العلبة تاع 250. ديري حبة بيض كاملة تجيك تقريبا، وتجيك بالضبط تجيك 20 حبة. شوفوا البنات هذه راها مقادير جد مضبوطة. فأكيد شوفوا البنات مايزينا ما نساوهاش، درت كنت المايزينا درت مقرف كبيرة تاع مايزينا، بديت نضيف في الفارينة يعني كنت مقربة. عندنا الخمرة الكيميائية كما راكم تشوفوا، درت نصف مقرف خمارة كيميائية أو نصف مقرف خمارة كيميائية. أنا هنا مانيش حابة الكاطو يطلع، حبيتو يحافظ على الشكل تاعو. شوفوا ملاحظة، أي كاطو فيه الشيكولا ما تكثروش خمارة باش ما يتشققش، وباش كي تذوبوا الشوكولا وتطلوا الكاطو تاعكم يجيكم سطح الكاطو ملسفة، ما تكثروش الخمارة باش دائما شوفوا البنات ملاحظة مهمة، كي تعودوا زيدوا في الفرينة أو تبداو الطمو تاعكم، طمو العجين تاعكم في الفرينة، دائما مسوا العجين باليد اللي مش باش تخدموا بها، يعني اليد اللي ماهيش مبلولة اللي راكم ماكمش تخدموا بها، لان اليد الاخرى اللي كتعود مبلوله ما تقدروش تعرفوا قوام العجين، يعني مخصوص فرينة او مش مخصوص فرينة. شوفوا تجيبي حربوش وتبداي تلوي فيه كما هذا الشكل، ايوا وزيري شويه الشكل تاعك، هاي تعبك شويه يبدا يدور، بصح معليش كي تديه للبلا تاعك زيري اطراف او حواشي الكاطو على البلا قبل ما يرجعش يدور. فهمتوا البنات؟ سهله، واهم شيء انكم لازم ترقوا العجين باش يخرج الشكل مليح، ونوعدكم انه ما راحش يتشقق، يبقى نفس القوام. ودائما ملاحظة مهمة، دائما العجين تاعك لازم يكون طري، ما يكونش يابس باش تقدري او يساعدك
تساعدك الخدمة باش تخدمي. ديري حربوش هكا طويل كما راكم تشوفوش، ديري الوسط تاعو وابدا دوري. ابسط واسهل من هذا الشكل، ومن ما تستعملي لا طابع لا اي شيء. تقدري حتى انه بنتك تخدم هذا الكاطو، تتعلم يعني تتعلم. مري لها هذا الفيديو، خلي لها الفيديو يدور وخليها تخدم، يعني راح تتعلم بنتك. يعني ليه راح تتعلم فيه الكاطو البسيط. يعني هالقاطو ديريه تفطري به الصباح، او ديريه فطور تاع او تشربي مع قهوة تاع العصر. شوفوا يا البنات، هذا القاطو سهل وبسيط، ما فيه حتى حاجة، ومقادير مضبوطة. قلتلكم 10 حبات قد قد. المهم يا البنات، بعد ما طيبته من تحت وزدت حمرته شوية من فوق، ذوبت الشيكولا تاعي ودرت له هذا نواة كوكو على الجوانب. شوفوا البنات، هنا للأمانة القاطو ماهوش ناشف، حاكم تشوفوا فيه يتلاصق لي في يدي وماهوش ناشف حتى طبسة، كم تشوفوا فيه معمر شيكولا. فكنت حابة نصور ليه وكنت نصور في الليل حوالي 12 تاع الليل، فكنت حابة ليه نصور. المهم كان القاطو تاعي ماهوش ناشف كما راكم تشوفوا.